السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ومكملين مع بعض سلسلة فيديوهات الفاونديشن كورس. النهاردة هنتعلم مع بعض how to make a sentence، ازاي بكون جملة صحيحة. تعالوا نسمي الله. اول حاجة عندي كلمة sentence. يعني ايه sentence اصلا؟ sentence is a word or group of words that expresses a complete thought. يعني ايه الكلام ده يا مس؟ قالك الجملة دي عبارة عن كلمة او مجموعة من الكلمات بتعبر عن فكرة معينة. يبقى sentence is a word or a group of words. يبقى sentence عبارة عن كلمة أو مجموعة من الكلمات بتدينا فكرة معينة أو بتدينا معلومة معينة. تعالوا نشوف أول حاجة ال kinds of sentence، أنواع الجملة. عندي أول حاجة imperative sentence. imperative sentence يعني جملة أمرية. يعني إيه جملة أمرية؟ يعني أنا بطلب حاجة من حد معين أو بأمر حد بشيء معين. زي إيه مثلا؟ read، ودي بتتكون معايا في الغالب بتبقى من كلمة واحدة بس. read يعني اقرأ، وبجيب فيها لما تكون الجملة أمرية بيجي عندي الفيرب في صيغة الكلين فيرب. يعني إيه كلين فيرب يا مس؟ يعني الفعل بيكون في المصدر infinitive، فعل في المصدر. زي إيه؟ زي كلمة read اقرأ، listen اسمع، speak اتكلم أو تحدث، go اذهب، work أعمل. يبقى أول نوع عندي النهاردة أخدناه الإمبيراتيف sentences، والليسن ده مهم جدا جدا من فاونديشن كورس. يا ريت نسمع الفيديو لحد الآخر. يبقى أول جزئية أخدناها الإمبيراتيف sentences اللي هي الجملة الأمرية، ودي بتتكون معايا من البيس فيرب. البيس فيرب يعني المصدر أو الفعل الرئيسي أو مصدر الفعل بيكون معايا. بقول زي read اقرأ، listen speak go work. دي أول kind عندي من السنتنسز اللي هي أنواع الجمل عندي الإمبيراتيف. طيب the second kind، النوع التاني بقى. تعالوا نشوف لما تكون الجملة بتتكون معايا من subject plus verb. طب تعالوا نعرف يعني ايه subject ويعني ايه verb. أول حاجة السبجكت إما بيكون عندي noun يا إما pronoun. يعني ايه يا مس noun؟ يعني ايه pronoun؟ subject اللي هي معناها الفاعل، والفاعل يا إما يكون عندي noun يعني اسم، يا إما يكون عندي pronoun يعني ضمير. طيب noun زي إيه؟ زي علي، friend، teacher، car، door، animals. كل دي اسمها nouns. nouns يبقى السبجكت عندي يا إما noun يا إما pronoun. طب لو pronoun I أنا، you أنت أو أنت أو أنتم، he هو، she هي، we نحن، they هم، it لغير العاقل. يبقى أنا عندي هنا second type أو second kind of the sentence. النوع الثاني بيكون معايا متكون من شقين subject و verb. subject اللي هو الفاعل، verb اللي هو الفعل. طب السبجكت بيكون ايه عندي؟ بينقسم لجزئين، يا اما السبجكت هيكون عندي noun يا اما pronoun. noun زي علي، friend، teacher، دكتور، nurse، door، car، animals. البروناونز I أنا، you أنت، he هو، she هي، we نحن، they هم، it لغير العاقل. ده كان تاني جزئية معايا من أنواع الجمل. طب تعالوا نشوف الفيرب. الفيرب عندي يا إما هيكون في زمن البريزنت اللي هو المضارع، يا إما هيكون past يا إما هيكون future. يبقى أنا عندي اتكلمنا عن جزئيتين مهمين جدا. الجملة تاني نوع عندي subject verb، subject noun أو pronoun. الفيرب عندي يا إما بيكون present يا إما past يا إما future يعني مستقبل. تعالوا نكمل مع بعض الجزئية دي. لو الجملة عندي second type subject و verb. subject اللي هو مين؟ الفاعل. verb اللي هو الفعل. زي إيه مثلا؟ I'm studying اتكونت معايا من السبجكت I am I تبع البروناونز الضمائر، وام ده فيرب تو بي. study اللي هي يذاكر. studying الجملة هنا معايا في زمن البريزنت continuous اللي هو زمن المضارع المستمر. الجملة هنا بتتكون معايا من subject plus verb. subject قلنا بيتكون معايا يا إما معايا noun يا إما pronoun. noun زي إيه مثلا؟ أحمد، علي، محمد. pronoun I و you و we و they. الجملة هنا معايا فيها pronoun وفيها verb to be. I am I'm studying يعني أنا بذاكر دلوقتي. الفيرب study حطينا له ing. الجملة هنا sentence معايا في زمن البريزنت continuous زمن المضارع المستمر. طب تعالوا نشوف sentence number 2. He plays football. الجملة هنا اتكونت معايا ازاي؟ He is a subject. طبعا هو هنا ايه؟ الفاعل. الفيرب عندي play، بس الجملة هنا في زمن البريزنت سمبل. present simple اللي هو المضارع البسيط. عندي الفيرب play أضفنا له اس عشان خاطر singular noun. singular noun عندي هنا he. singular pronoun حطينا له الفعل اس. he plays football هو يلعب كرة القدم. sense number 3 they will travel.
they طبعا زي هنا معايا هي السبجكت، will بمعنى سوف، الجملة هنا معايا في زمن الفيوتشر سيمبل المستقبل البسيط، will تبع المودال فيرب طبعا الأفعال الناقصة لازم يجي بعد منها clean verb. clean verb يعني ايه يا مس؟ يعني الفعل يكون في المصدر. they will travel هم هيسافروا. الجملة اتكونت معايا ازاي؟ أول حاجة subject وبعدين حطينا بعد السبجكت هنا المودال فيرب will وبعدين جبنا الفعل في المصدر. طيب آخر جملة بقى معايا في جزئية second type of the sentence. the film started. الجملة دي في زمن الماضي البسيط. the film هنا معايا طبعا subject، started يعني بدأ. the film started الجملة دي في الباست simple في زمن الماضي البسيط. طب تعالوا نشوف the third type اللي هو النوع الثالث بقى من الجملة. النوع الثالث من الجملة بيتكون معايا ازاي؟ بيتكون معايا من subject وverb وobject. احنا قلنا السبجكت بيكون يا اما noun يا اما pronoun، الفيرب اللي هو الفعل نفسه اللي احنا بنعمله، الاوبجكت اللي هو المفعول. طب ايه هو بقى المفعول؟ المفعول برضو نفس الحكاية، يا اما هيكون noun يا اما هيكون pronoun. المفعول برضو نفس قصة السبجكت، يا اما هيكون noun زي علي teacher دور، يا اما pronoun بقى. البروناون معايا يا اما me you him her it us them. ده البروناون لما بيكون object ضمائر المفعول، يبقى الاوبجكت بيكون معايا يا اما noun يا اما pronoun. noun علي teacher دكتور nurse whatever. pronoun اللي هو الضمير، ضمائر المفعول. ضمائر المفعول عندي I بتتحول لمي، يبقى في ضمير المفعول me ويو him her it us them. دي ضمائر المفعول. تعالوا نشوف السنتنس كده اللي هي بتتكون معايا الثيرد تايب، النوع الثالث من تكوين الجملة. إما هيكون subject، هيكون معايا subject verb object. subject اللي هو الفاعل، verb اللي هي الفعل، object اللي هي بمعنى المفعول. واتكلمنا المفعول يا إما هيكون noun يا إما هيكون pronoun. زي إيه؟ زي I want juice. I want juice يعني أنا أريد عصير. I هنا طبعا هنا معايا subject، want بمعنى يريد، الفيرب هنا معايا want يريد، جوس اللي هي الاوبجكت بمعنى عصير. يبقى ده ادتني بقى ايه الجزئيه دي؟ complete meaning. complete meaning يعني معنى كامل. I want juice. I subject want يريد، الفيرب juice بمعنى عصير. طيب تاني سنتس عندي النهارده second sentence we like our teacher. we السبجكت، like بمعنى يحب، الفيرب our teacher هنا بمعنى معلمنا our teacher، ودي معايا الاوبجكت اللي معايا في السنتنس. آخر سنتنس معايا في الجزئية دي he gave me a pen. he gave me a pen هو أعطاني قلم. he معايا هنا اللي هو السبجكت، gave الفيرب أعطاني، والجملة دي في زمن الباست. me a pen، a pen طبعا معايا هنا الأوبجكت. دي كانت تالت نوع معايا من تكوين الجملة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عايزين نشوفوا الفيديو بالكامل هنلاقيه على القناة سيشن نمبر 36، حلقة رقم 36 على القناة. ننزل ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس. كنت مع مس أميرة انجلش والجرامر. ثانك يو.